لكل سائر ومقام ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجاء وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الرعاة وأصلح الرعاة والرعية واعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وإجزاه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم انسباب سيبه السبية والربا واغفر لنا هذه البردة المحبرية المولدية سيدنا جعفر من آل البرزنج نسبته ومنتمى وحقق لنا الفوز بقربك والرجاء والأمنية اللهم واجعل مع المقربين مقيله وسكناه واستر له عيبه وعيزه وحسره وعيه وكاتبها وقارئها وسامعها ومن أصاب إليها سمعه وأصغى اللهم صل وسلم على أول قابل لتجليه من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شنفت الآذان من وصف الدري بأغراض جوهرية وتحلل صدور المحافر المنيفة بعقود حلا وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلى الله وسلم وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرز بزعد برد عيش الهني ووشاء صلى الله وسلم عبد اللهم أمره الكريم بعلم شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلى الله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشيب في يوم الشباب سبي في شهر بعناية الربانية فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهور بفصيح النطق قوة صلى الله وسلم. وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية وأزال من عطش الشيطان وبالثلج غزالا صلى الله وسلم عليه وملاه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطه وبخاتم النبوة ختما صلى الله وسلم عليه ووزنه فرجع ب1000 من أمته الخيرية ونشأ النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال السباق صلى الله وسلم عليه. ثم ردته النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به غير سقية حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشى صلى الله وسلم عليه. وفدت عليه حليمة في أيام قضية السيدة وضية فحباها من حبائه الوافر بحباء صلى الله وسلم عليه. وخدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذته أريحية وبسط لها من رداء الشريف بساط بره ونادى صلى الله وسلم عليه. والناح المصطفى المدينة واشطها خد إليه من مكة الأنحاء ربي صل على الحبيب محمد وعلى آله الكرماء وتغنت بمدحه الجن حتى أضرب الإنس من هداك الغناء ربي صل على الحبيب محمد وعلى آله الكرماء اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلى الله وسلم. والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات رواة هذا الرضا
الكريم شرف شريف وصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك صلى الله وسلم عليه. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوافقتها بالأبواء أو بشعب الجحون الوفاة فحملته حاضرته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعض من زيد بن الحارثة مولاه وأدخلته على جد عبد المطلب فضمه إليه ورق له على الرقية وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخ بخ لمن وقره ووالاه ولم تشك في سواه جوعا ولا عطشا قد نفس الأبية وكثيرا ما غدا فاقتدى بماء زمزم فأشبعه وأرواه ولما أليحت بفناء جده عبد المطلب مضايا المنية كفره عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله فقام بكفارته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين والرفاه ولما بلغ 12 سنة وحل النبي صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بحيرة بما حازه من وصف النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله والنبي قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا للنبيين أواه وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل الدين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بطنا حضر اللهم قبره الكريم بعرف شرعي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وزد اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسر يخدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بمعنى فنزل تحت شجرة لدى سومعة النصرانية الراهب النصرانية فعرفه الراهب إذ مال إليه ذلها الوارف وأواه وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباه ثم قال لميسرة في عينيه حمرة استدهار العلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخى وقال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن دوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه. ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه الشريف من وهج الشمس قد أذلا وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قال له الراهب وأودعه لديه من الوصية وضاعف الله تعالى في تلك التجارة ربحها ونماها فبان نبينا الآمن الناهي فلا أحد أبار في قول الله منه ولا نعم الله مصطفى بدر تمام الله سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك سيدي يا أرحم راحمين يا أرحم راحمين يا أرحم راحمين فرج على المسلمين يا أرحم راحمين يا أرحم راحمين يا أرحم
فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم راحم يا أرحم راحم يا أرحم راحم فرج على المسلمين فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يا أرحم راحم يا أرحم راحم يا أرحم راحم فرج على المسلمين يا سيدي يا رسول الله يا سندي كن آخذا بيدي يا سيد الأمم يا أرحم راحم يا أرحم راحم يا أرحم راحم فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا